الإسلام دين النظافة ودين الطهارة، فلا يجوز أن تستقبل القبلة وتكون في وشك مثلا دورة مياه أو مكان قذر فيه غائط أو بول. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لازم يكون بينك وبينها حاجز أو جدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، فشرقوا أو غربوا. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ما تصليش ودورة المياه قدامك ولا في ظهرك، يبقى يا على الشرق يا على الغرب. ومن آدابنا الإسلامية الجميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح أو يمسح أو يغتسل بيمينه. تغتسل بيدك الشمال، بإيدك الشمال. ومن أدبنا الجميلة في الإسلام أيضا لا يمسك المسلم ذكره بيمينه إذا تبول. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. يبقى من الآداب الإسلامية الجميلة، من آدابنا الإسلامية ديننا الجميل دين النظافة ودين الطهارة، إن أنت ما تستقبلش القبلة وقدامك دورة مية، يتشرق يتغرب. دورة المية تبقى في الشرق تبقى في الغرب، ما تبقاش قدامك وانت بتصلي أو وراك. ولما تيجي تشرب ما تتنفسش في الإناء، ولما تيجي تتبول ما تمسكش ذكرك بيمينك وما تغسلش باليمين، تغسل بالشمال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من صحيح البخاري كتاب الوضوء: دين الإسلام دين النظافة ودين الطهارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.